في أواخر شهر أكتوبر سنة 1974، يعني بعد حرب أكتوبر بسنة تقريباً، كانت القوات المسلحة لا زالت في حالة استنفار كامل، وكان أي تغير غير طبيعي جوه أي وحدة كان بيتسجل ويتراجع بشكل دقيق. وداخل واحدة من وحدات البحرية في الإسكندرية، لاحظ النقيب أحمد فؤاد الراوي قائد الوحدة البحرية حاجة ما ينفعش تعدي بسهولة. لاحظ تغير ملحوظ لمجند من أفراد الكتيبة. التغير ما كانش في الأداء العسكري، لكن كان في أسلوب حياته. المجند فجأة بقى ظاهر عليه مستوى معيشة أعلى بكتير من دخله، عطور مستوردة، سجاير أجنبي، صرف زيادة عن الطبيعي، وثقة غريبة في التصرف. الموضوع ما كانش مرة وعدت، ده كان نمط مستمر. في الظروف العادية وفي الحالات اللي زي دي الإجراء بيكون البلاغ الفوري للمخابرات الحربية، لكن النقيب أحمد فؤاد الراوي قرر يتحرك بهدوء الأول. دور على عنوان المجند وأسرته، والنتيجة ما كشفتش أي شبهة. أهله محترمين، حالة مادية مستقرة، وسمعة طيبة في المنطقة. لكن السؤال فضل موجود: ليه الفلوس ظهرت فجأة في التوقيت ده تحديداً؟ وفي صباح يوم من نفس الشهر، المجند طلب أجازة لمدة 24 ساعة، وتمت الموافقة بشكل طبيعي. ولكن النقيب أحمد فؤاد بعد ما وافق له قعد يتكلم معاه بشكل عادي جدا، وكأنه ما عندوش شكوك ناحيته في أي حاجة. وابتدى يسأله هو بيروح إزاي وبيركب إيه، وعرف من المجند إنه بيروح بالقطر وبيركب من محطة سيدي جابر. وبعدها النقيب أحمد فؤاد اتعمد يأخره شوية علشان يسبقوا على محطة القطر. وفعلا اتحرك النقيب، والهدف كان واضح: محطة سيدي جابر. وبعدها بشوية وصل المجند للمحطة، لكنه ما فضلش واقف ومركبش، وكان واقف قريب من المدخل الرئيسي للمحطة، وكل شوية يبص في ساعته وكأنه منتظر إشارة معينة. بعد فترة ظهر شخص مجهول، سلم عليه المجند، وبعدها دار بينهم حديث قصير. وجات اللحظة الحاسمة. المجند طلع مجموعة أوراق من كان مخبيها تحت هدومه وسلمها للشخص ده. العملية كلها ما أخدتش غير دقايق قليلة. بعدها كل واحد منهم راح في اتجاه. بعد كده دخل المجند جوه المحطة واستنى القطر علشان يرجع لوحدته، وكأن ما حصلش حاجة. وفي نفس اليوم النقيب أحمد فؤاد رفع تقرير عاجل إلى المخابرات الحربية، وخلال أيام قليلة بدأت خيوط القضية تتكشف، وتم تسجيل اسمين في صدارة الملف: السيد محمد محمود، وشقيق المجند أمين محمد محمود. ونقول الحكاية من الأول. هنرجع ليوم 12 مارس سنة 1929. اليوم ده اتولد فيه السيد محمد محمود في منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية. السيد اتولد وسط عيلة شغلها الأساسي مرتبط بالبحر، فيهم الصياد وفيهم التاجر وفيهم اللي بيصنع مراكب صيد. يعني من صغره كان شايف الشغل بعينه، وبيسمع كلام عن البيع والشراء والتجارة في البحر والمكسب والخسارة. الجو كله حواليه كان بيقول إن مستقبله الطبيعي هيبقى في البحر. وعكس ناس كتير، السيد ما كانش ميال للتعليم. المدرسة ما جذبتوش، والكتب ما شدتوش. حس إن وقته هناك بيضيع، وإن الخبرة الحقيقية موجودة في السوق والمينا مش في الفصل. قبل ما يكمل الإعدادية ساب التعليم ونزل يشتغل مع أبوه وعمامه. بدأ من تحت، شغل بإيده، واتعلم واحدة واحدة. مع السنين بقى فاهم في شغل البحر كويس، يعرف المراكب، يعرف مواسم الصيد، يعرف يتعامل مع التجار. كل الناس اللي حواليه كانت شايفة فيه شاب شاطر وعملي ويعتمد عليه. لما وصل سن 25 سنة قرر يتجوز. اختار إخلاص السنوسي، بنت تاجر كبير في المينا وصاحب والده. الجوازة دي بقى كانت نقطة تحول مهمة في حياته، مش بس لأنه اتجوز، لأ، لأنه دخل دايرة أوسع من العلاقات والنفوذ. حماه كان راجل تقيل في السوق ومعروف وسط التجار. السيد ما ضيعش الفرصة، قرب من حماه وتعلم منه ووسع شبكة معارفه.
خطوة ورا خطوة مستواه الاجتماعي اتحسن وتجارته كبرت، ما بقاش مجرد شاب شغال مع عيلته، بقى له كيانه. ومع الوقت قدر يمتلك 40% من الباخرة التجارية اللبنانية باهي، ودي نقلة كبيرة جدا، لأنه كده خرج من نطاق الشغل المحلي وبقى يسافر مع الباخرة، يلف على مواني مختلفة بره مصر ويتعامل في تجارة أوسع. الفلوس لما دخلت حياة السيد محمد محمود دخلت بسرعة وكبرت بسرعة، لكن المشكلة إن مش كل الناس بتعرف تحافظ على النعمة لما تكبر. مع توسع تجارته وسفره الكتير بدأ يعيش حياة مختلفة خالص عن اللي اتربى عليها. السفر فتح له أبواب جديدة، مش بس في الشغل لكن كمان في السهر والمجاملات والعلاقات المشبوهة والمحرمة. وبدل ما يركز على تثبيت مكانه في السوق ويوسع تجارته بشكل محسوب ويزود خبرته في شغله، لا، ده صاحبنا بدأ يزود خبرته في أصناف الخمور وأصناف السجاير والستات، وبدأ يجري ورا أسلوب حياة كله استعراض وبذخ ومظاهر مبالغ فيها. بقى الصرف عنده مش مرتبط بالاحتياج لكن بالمظهر. وفي سنة 1969 وهو داخل على 40 اتعرف على واحدة كان عندها 22 سنة، يعني أصغر منه بحوالي 18 سنة، وحاول مرة واثنين وعشرة معاها، ولما ما لقاش فايدة ونتيجة عرف إنه مفيش طريقة معاها إلا الجواز، وفعلا اتجوز للمرة التانية. الجوازة دي ما كانتش سهلة ولا مصاريفها قليلة، صرف فيها كتير جدا، وبقى عنده بيتين مفتوحين ومسؤوليات مضاعفة. بدل ما المصاريف تقل زادت، وبدل ما يراجع نفسه ويقول إن ربنا أنعم عليه وبدل الست 2 ويتقي ربنا فيهم، لا، صاحبنا فضل مكمل في السهر والشرب والفتيات. وطبعا مع الوقت الضغوط ابتدت تتراكم، مصاريف البيتين، التزامات اجتماعية، سهر وصرف مستمر. وفي وسط كل ده حصلت الضربة الكبيرة. الباخرة اللبنانية باهي اللي كان يمتلك فيها 40% احتاجت عمرة كاملة وإصلاحات ضخمة. نصيبه من التكاليف كان رقم كبير جدا، وطبعا الزبون معهوش يدفع. فضل ياخد ويدي مع الشيطانه لحد ما لقى إن مفيش غير حل واحد، وهو إنه يرهن حصته عشان يقدر يدفع تكاليف التصليح. لكن الرهن محلش المشكلة، بالعكس فتح باب ديون أكبر. الديانين بدأوا يضغطوا، شركات التأمين ليها مستحقات والمصاريف مش بتقف، ودخل في دوامة مالية مش بتنتهي، خساير ورا خساير، ديون بتكبر، والناس اللي ليها فلوس عنده بتدور عليه في كل حتة. بدأ يقلل وجوده في بيته ومكتبه، ويفضل يسافر مع الباخرة كل ما تخرج رحلة. وفي نص سنة 1970 كانت الباخرة راسية في ميناء نابولي الإيطالي، رحلة عادية زي أي رحلة. نزل يتمشى في الميناء، وهو ماشي لمح وش قديم من أيام اسكندرية، واحد من اليهود اللي كانوا عايشين هناك قبل ما يسيبوا البلد، اسمه داني فيتورا. نده عليه وسلموا على بعض، والسلام كان فيه حرارة. قعدوا مع بعض في كافيه قريب من الرصيف، والذكريات اتفتحت بسرعة. كلام عن سيدي جابر، عن البحر، عن المينا، وعن مصر. وابتدى السيد يحكي له إن أوضاعه اتدهورت وإن حياته مش أحسن حاجة. داني سمعه بهدوء، ما قطعوش، بس كان باين إنه بيسجل في دماغه كل كلمة. في نهاية المقابلة دي السيد على سبيل الهزار قال له: يا عم ابقى تعالى نقعد يومين مع بعض في اسكندرية. السيد كان فاكر إن الكلام ده مجرد دعابة، لكن بعد أسبوعين اتفاجئ إن داني نازل فعلا على اسكندرية. داني وصل ولقى صاحبه في حالة أسوأ من المرة اللي قبلها، فبدأ يسأله عن اللي حصل واللي خلاه يوصل للمرحلة دي. والسيد لأول مرة تقريبا ما حاولش يتجمل، قال له بصراحة إن حاله اتدهور وإنه اضطر يبيع اللي وراه واللي قدامه، حتى نصيبه في الباخرة اللبنانية باهي اتنازل عنه عشان يسد ديونه. قال له إنه بقى مش عارف يصرف على بيته ولا على عياله، وإنه تعبان من الإحساس إنه بينزل درجة ورا التانية. وبعد ما السيد خلص كل كلامه ابتسم ابتسامة خفيفة كلها مكر وقال له:
طب ما تيجي نطلعك من اللي انت فيه. السيد ضحك وقال له: تطلعني ازاي؟ لو قدامك شغلانة في أي حتة بره مصر، أي حاجة تجيب فلوس أنا جاهز، المهم أقف على رجلي تاني. وهنا داني غير نبرة صوته، قال له إنه يعرف صحفي إنجليزي شغال في جهة أوروبية كبيرة، وإن الراجل ده محتاج ناس تكتب له تقارير عن مواني البحر المتوسط، الحركة التجارية، وأي معلومات عامة تساعده في شغله. وقال له إن الشغل ده في أمستردام، وإن الفلوس كويسة وبتتحاسب بالدولار. السيد استغرب، قال له: أنا ماليش في الصحافة. رد عليه داني بسرعة: هو حد قالك إن الصحافة محتاجة شهادة؟ ده شوية معلومات، وإنت راجل عشت عمرك في المينا، عندك خبرة محدش عنده زيها. الكلام دخل دماغ السيد. الفكرة بسيطة، شغل، معلومات عن المينا، البيع والشراء، حركة السفن، الحاجات اللي هو حافظها أكتر من اسمه. داني طمنه وقال له إنه هيرتب كل حاجة، بس الأول محتاج يكتب تقرير مبدئي بكل اللي يعرفه عن اسكندرية: المينا، المخازن، الشوارع القريبة، طبيعة الشغل هناك. بعد أيام داني رجع قبله وقال له إن صاحبه الإنجليزي وافق، بس عايز يشوف التقرير الأول. السيد كان شايف الفرصة قدامه، قعد يكتب كل اللي يعرفه، تفاصيل عن المينا، المراكب، حركة الشحن، كل حاجة مرت عليه. السيد كان شايفها فرصة شغله خلاص، فرصة يرجع يقف على رجله. وخلال أيام قليلة كان مجهز شنطته وجواز سفره ومستعد يسافر مع داني فيتورا إلى أمستردام، من غير ما يكون عارف إن الرحلة دي مش مجرد سفر شغل، لكن بداية طريق تاني خالص، طريق ما فيهوش رجوع بسهولة. أول ما وصل أمستردام كان في استقباله راجل قدم نفسه على إنه صحفي أوروبي اسمه ميشيل تومسون. كلامه هادي، لبسه شيك، وطريقته تحسسك إنه شخصية مهمة. السيد كان فاكر إنه داخل على فرصة شغل محترمة، خصوصاً بعد التقرير اللي كتبه عن ميناء اسكندرية. لكن اللي ما كانش يعرفه إن ميشيل ما كانش صحفي عادي خالص، ده كان ضابط في الموساد الإسرائيلي، ومسؤول إنه يستلمه من أول خطوة ويبدأ معاه المشوار. ميشيل قعد مع السيد قعدة طويلة، فتح التقرير قدامه وقعد يقلب فيه صفحة صفحة، يسأله عن تفاصيل هنا ويستفسر عن نقطة هناك. كان بيمثل إنه بيناقشه كصحفي، لكن في الحقيقة هو كان بيقيس قدراته وبيختبر طريقة تفكيره. وفي الآخر ابتسم وقال له إن شغله ممتاز، وإن عنده موهبة حقيقية في جمع المعلومات، وإنه لو كمل في الطريق ده ممكن يبقى ليه اسم كبير في الصحافة الدولية. الكلام دخل قلب السيد، لأول مرة من فترة طويلة يحس إن حد مقدر خبرته. وبعد ما خلصوا اللقاء، ميشيل قال له يرتاح يومين لحد ما يبدأوا الشغل الرسمي، وترتبت له إقامة في فندق أمريكان أوتيل، واحد من أرقى فنادق هولندا وقتها. دخل السيد غرفته وهو حاسس إنه بدأ صفحة جديدة، لكن ما عداش وقت طويل وسمع خبط على الباب. فتح، لقى قدامه شاب عرفته بنفسها باسم كريستينا، وقالت له إنها صحفية وجاية من طرف ميشيل تومسون عشان تعرفه على البلد وتساعده يتأقلم. اللي حصل بعد كده ما كانش بريء. الزيارة ما كانتش مجرد ترحيب، كانت خطوات محسوبة عشان تكسر أي تردد جواه وتربطه بالمكان أكتر. وطبعا صاحبنا دخل في علاقة محرمة مع كريستينا لحد ما اتكف على وشه في بحر الحرام. والأيام عدت والسيد بدأ يحس إنه مسحوب بهدوء في سكة مش واضحة المعالم. بعد فترة ميشيل ظهر تاني، بس المرة دي كلامه كان مباشر أكتر. قال له بصراحة إن وجوده في هولندا مش هو المطلوب دلوقتي، وإنهم عندهم صحفيين كفاية هناك، لكن اللي محتاجينه بجد هو حد موجود جوه مصر. طلب منه يرجع اسكندرية واداله مهلة شهر كامل. خلال الشهر ده عايزه يكتب تقرير شامل عن الأوضاع في اسكندرية، الحالة الاقتصادية، حركة المينا، الجو الاجتماعي، كلام الناس في الشارع، وحتى مظاهرات الطلبة اللي كانت بتحصل وقتها. وقال له بعد ما تخلص ترجع أمستردام بالتقرير، وساعتها يبقى فيه كلام تاني. وفي منتصف سنة 1972 رجع السيد محمد محمود على اسكندرية، بس المرة دي ما كانش راجل أعمال عادي ولا تاجر شغال في البحر،
لأ، ده راجل عنده مهمة محددة وواضحة. ابتدى شغله على طول، لكن بشكل طبيعي جدا. كان بيتحرك زي أي راجل بحر عادي، بيلف بين المواني، يقعد في القهاوي، يسمع كلام الناس، يتابع أخبار السوق وحركة التجارة، كله طبيعي وما يلفتش نظر حد. وفضل مركز على جمع المعلومات، وكل معلومة كان يكتبها بالتفصيل ويجهزها في تقرير منظم. بعد ما خلص الشهر اللي محدد له، السيد محمد محمود خلص كل تقاريره وجمع كل المعلومات اللي اتطلبت منه، وبعد كده جهز نفسه وسافر على أمستردام. أول ما وصل استقبله ميشيل تومسون اللي كان ضابط المخابرات المسؤول عن مراقبته هناك، وشاف التقرير اللي جه من السيد، اتفاجئ من أدائه ودقته، وقال لنفسه إن ده جاسوس جاهز على طول، محتاجش تعليمات زيادة ولا متابعة، كل حاجة قدمها بطريقة ممتازة. المهم السيد لحد اللحظة دي ما كانش عارف أصلاً مين الأشخاص اللي بيتعامل معاهم بالظبط، وهم كمان كانوا بيدوروا على أفضل طريقة يعرفوه بيها ويستغلوه صح. الفكرة اللي اتفقوا عليها كانت استغلال نقط ضعفه، طمعه في المال وحبه للراحة واستغلال غرايزه الجنسية. وفعلا جابوا له كريستينا تاني، وبدأت تقضي معاه وقت طويل، سهرة وخمر وكل الحاجات اللي ممكن تلهيه. وكانت مهمتها الأساسية إنها تسحب منه المعلومات بطريقة سلسة، وتدخل الحقيقة وسط كلامها، وتعرفوا إنهم تبع الموساد. الغريب إن السيد رغم معرفته إنها عميلة للموساد فضل متعاون معاها وما رفضش أي حاجة، بل بالعكس، صاحبنا قال لها بالنص: أنا معاكي في أي حاجة، حتى لو في جهنم. بعد كده حطوا السيد على جهاز كشف الكذب، والحقيقة عدى منها كلها بكل براعة. بعد ما اتأكدوا إنه جدير بالثقة، قالوا له: تمام كده يا عم، يلا نبدأ شغلنا الصح. وبعدها بدأت مرحلة التدريب المكثف. اتعلم إزاي يجمع المعلومات ويحللها ويستخلص النتائج، واتدرب على استخدام كل وسائل الجاسوسية: الحبر السري، أجهزة الإرسال والاستقبال، وفك الشفرات. وفي الآخر قالوا له: انت كده بقيت تمام، هتنزل دلوقتي على مصر، وأول ما توصل اسكندرية هنبعت لك واحد من مندوبين هناك يسلمك كل معدات الاتصال والحبر السري. وفعلا رجع السيد تاني على مصر، وأول ما وصل جيله مندوبهم في مصر وسلموا كل معدات الاتصال السرية: أحبار خاصة للخطابات وجهاز إرسال واستقبال، وكمان معاه تعليمات دقيقة جدا عن طريقة إرسال الرسائل. كل مرة لازم يغير العنوان ويغير مكان صندوق البريد، وجهاز الإرسال والاستقبال ده مخصص للطوارئ بس، ما يستخدموش إلا لو الأمر مستعجل جدا. ومع مرور الوقت وسع نشاطه لكل مدن القناة: الإسماعيلية، السويس، بورسعيد. وفضل ماشي على الوضع ده شوية لحد ما جه أكتوبر 1973، وحصلت حرب أكتوبر، وربنا أنعم علينا بالنصر. هنا الدنيا اتقلبت 180 درجة. المواني والشوارع بقت تحت رقابة مشددة، الجو متوتر جدا، والحركة الطبيعية وقفت تقريبا. السيد قرر يهدى شوية ويبعد عن أي نشاط واضح، وقف كل مراسلاته تقريبا، واستنى يشوف الأمور هتستقر على إيه بعد الحرب. بعد انتهاء الحرب بفترة قصيرة جاله اتصال من المندوب، والمرة دي التعليمات كانت أخطر. المطلوب مش معلومات عن السوق أو الناس بس، لكن معلومات عسكرية مباشرة: تحركات الوحدات، تجهيزات القوات، مواقع عسكرية، أي تفاصيل تخص الجيش، وإن أي معلومة عنده يبعتها عن طريق جهاز الإرسال لأن مفيش وقت. الحقيقة إن السيد محمد محمود ما تعبش قوي في جمع المعلومات أو التفكير فيها، لأن المصدر كان قدامه جاهز وعلى طول. المصدر ده للأسف الشديد كان أخوه شقيقه المجند أمين محمد محمود، اللي كان بيقضي فترة تجنيده في سلاح البحرية المصري. السيد ما عملش حساب لأي حاجة، لا لوطنه ولا للدم اللي بينه وبين أخوه أمين. ولأن الفترة دي كانت حرب ومفيش حد بينزل أجازات، نزل السيد وبقى عامل زي الكلب المسعور، يلف في كل مكان يصوره ويبعت لمشغلينه. وده استمر لحد فبراير 1974 بعد ما خلصت الحرب، وجت أول أجازة لأخوه أمين. أول ما اتقابلوا
السيد بدأ يديله فلوس وهدايا، وكمان وعده إنه هيساعده يتجوز البنت اللي بيحبها. أمين استغرب من اللي شافه، خصوصاً إنه عارف الظروف المادية الصعبة اللي كان فيها أخوه. أول سؤال سأله أمين لأخوه السيد كان: أنت جبت الفلوس دي منين؟ رد عليه السيد بكل صراحة: اشتغلت صحفي مع وكالة بره مصر، بجمع أخبار وسلمها لهم وبقبض تمنها، وبصراحة كده أنا محتاجك تشتغل معايا وتبعت لي أي حاجة تشوفها أو تسمعها. أي خبر يجي في إيدك بلغني بيه، وما تقلقش، كل معلومة هتديهاني هتاخد تمنها، وأنا هبلغهم إنك شغال معايا عشان يبقى ليك مرتب شهري. أمين سأل: يعني ده ما يعتبرش خيانة؟ ابتسم السيد وقاله: خيانة إيه الكلام الكبير ده؟ ده زي الصحفي بالظبط. الصحفي بيلف ويدور على الأخبار ويقبض تمنها، وانت هتجيب الأخبار وتقبض تمنها من بره مصر بالدولار، وبعد ما تخلص تجنيدك هتكون ضمنت لنفسك مستقبل ووظيفة كويسة. وبعد القعدة دي واللي كان الشيطان بينهم وتالتهم فيها، كل حاجة بقت واضحة، والاتنين بدأوا يشتغلوا بكل قوتهم لخدمة أسيادهم. كل وثيقة أو خريطة أو صورة كانت تقع تحت إيد أمين في مكتب القيادة بالكتيبة كانت على طول تتصور وتسلم لأخوه السيد اللي بدوره كان بيبعتها لأسياده. المجند الخاين ده اتسبب في وصول معلومات حساسة جدا للعدو، سواء خرائط، صور أو بيانات عن المراكب والوحدات العسكرية. والخيانة دي استمرت لحد نوفمبر 1974 قبل ما السلطات تبدأ تلاحظ أثرها، واللي وقفت على يقظة النقيب أحمد فؤاد الراوي قائد كتيبة البحرية بالإسكندرية. هو اللي لاحظ التصرفات الغريبة على المجند أمين محمد محمود، وقرر إنه يراقبه بنفسه قبل ما يبلغ عنه. أمين كان بيصرف فلوس زيادة عن اللزوم، بيجيب حاجات غالية ومستوردة، وده أثار ريبة القائد جدا، فابتدى يراقبه ويتأكد من كل حاجة بيعملها ويتابع خطواته في الكتيبة وفي الشوارع. وبعد شوية وصل للقائد إن أمين مش لوحده في ده، كل حاجة مرتبطة بشقيقه الأكبر السيد محمد محمود، اللي كان هو العقل المدبر ورا كل عمليات التجسس دي. ولما المخابرات الحربية اتدخلت بعد ما البلاغ وصل لهم، كثفوا المراقبة والتحقيق، وبدأت الصورة تتضح واحدة واحدة. أمين مجرد أداة، أما الرأس الحقيقي للخيانة فهو السيد محمد محمود. ومع مرور الأيام ومع تأكيد كل المعلومات، صدرت الأوامر بالقبض على الاتنين. عملية القبض كانت منظمة جدا وتم تنفيذها من غير أي مشاكل، وبعدها ابتدوا التحقيق معاهم. التحقيقات كانت مفصلة جدا، وأثناءها اعترفوا بكل حاجة، بكل عمليات التجسس، بكل الأوراق والصور اللي صوروها وسلموها للعدو الإسرائيلي، وكل المعلومات اللي جمعوها من داخل الكتيبة ومن مدن القناة. وبعد ما خلصت التحقيقات، أحيلوا الاتنين للمحاكمة في منتصف يناير سنة 1975، وصدر الحكم على السيد محمد محمود الأشغال الشقة المؤبدة. أما شقيق أمين المجند فالحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة. حتى إن جلسة المحاكمة نفسها ولحظة نطق القاضي بالحكم، أمين اتصرف بطريقة غير متوقعة، هاجم على أخوه واتهمه إنه هو السبب في خراب مستقبله وضياع حياته. الموقف ده كان صادم لكل الموجودين، لكنه ختم ملف الجاسوسين بشكل نهائي. وبكده انتهت قصة خيانة أمين والسيد محمد محمود، اللي أصبحت تعرف باسم جاسوسة البحرية أو جاسوسة الإسكندرية، وكانت درس لكل اللي يفكروا يخونوا وطنهم. القضية دي بتوضح قد إيه أجهزة المخابرات ممكن تستغل أي نقطة ضعف عند الإنسان، الجشع، الغرور، أو حتى علاقات شخصية، وتحولها لوسيلة تدمير. وأخيراً، حكاية النهاردة تأكيد على أهمية الوعي الوطني والانتماء، وإن أي لحظة ضعف ممكن توصل الإنسان لفقدان كرامته وحريته، وممكن تهدد بلده. الضمير والولاء مش مجرد كلمات، دي مسؤولية حقيقية لازم كل واحد يتحملها. وستبقى مصر أرضاً وشعباً وتاريخاً لا ينكسر.